كينج اللعبة معاكم بولا سمير، واهلا بكم في حلقة جديدة. طبعا بعد بقالنا فترة ما بننزلش حلقات خالص، يمكن الاغلب بيبقى لايف رياكشن. بطلنا تنزيل حلقات بقالنا فترة، لكن طبعا يعني لظروف خاصة، بقى ايه الدنيا ومشاغلها، انتوا فاهمين الوضع صعب ازاي. ولكن بعد اقتراب حسم صفقة عمر مرموش إلى المان سيتي، يمكن لما كنا نزلت الحلقة يكون هو النادي أعلن خلاص، ولكن الدنيا انتهت. كل الحاجات وكل التفاصيل وكل الكلام بيأكد انتقال عمر مرموش من فرانكفورت إلى نادي مانشستر سيتي. صفقة يمكن ممكن ناس تعتبرها صفقة عادية، ولكن احنا بالنسبة لنا كمصريين لازم نقف شوية بقى ونتكلم عن الراجل ده ونديله حقه كويس قوي. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان هنتكلم في كلام مهم جدا 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 الحلقه دي، وهيعجبك قوي. وخلينا ندخل في الحلقه على طول، وهنقول لك كميه مفاجآت وكميه كلام عن هل في امل ان يكون مرموش صلاح جديد عندنا في المنتخب ولا لا. خلينا ندخل في الحلقه على طول. مبدئيا عمر مرموش لاعب منتخب مصر. طبعا هو ليه اصول كنديه، لو انت ما عندكش المعلومات، ابوه وامه كانوا عايشين في كندا وهو كان ليه اصول كنديه، وكان من الممكن ان هو يمثل منتخب كندا في يوم من الايام. طبعا هنتكلم بالتفاصيل في كل جزئيه، هنتكلم عن اكتر من جزئيه، هنتكلم عن مين هو عمر مرموش من بدايه مسيرته الاحترافيه، من بدايه وادي دجله في مصر لحد قرب انتقاله الى مانشستر سيتي، وكل التفاصيل اللي تخص الصفقه وكل حاجه تخصه. هنتكلم عن ارقام صلاح قبل الانتقال لليفربول وعن انتقال مرموش للمان سيتي، ارقام ده وارقام ده، وهل صلاح عمل اللي مرموش قدر يعمله؟ هل مرموش بعد انتقاله للسيتي يقدر يعمل اللي صلاح عمله في ليفربول؟ اسئله كتيره وكلام كتير، وكلنا الحدث الاول بالنسبه لنا والاهم هو اعلان صفقه انتقال عمر مرموش للمان سيتي. خلينا في البدايه سريعا جدا ناخد تقرير. بص بقى، شغل عالي شغل عالي شغل عالي بقى، وتقرير، واتفرج بقى عن ملخص مسيره عمر مرموش من بدايه مسيرته الى وقتنا هذا. خلينا نشوف الاول التقرير ده بسرعه ونرجع بعد كده نكمل. عمر خالد محمد مرموش، مواليد 7 فبراير عام 1999، بدأ مسيرته الاحترافية مع وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز بتاريخ 8 يوليو عام 2016، قبل أن ينتقل إلى نادي فولفسبورغ ب في عام 2017. ظل في فولفسبورغ ب من 2017 ل 2020. في 26 مايو 2020 شارك مرموش لأول مرة مع نادي فولفسبورغ في الدوري الألماني خلال فوزهم 4-1 على باير ليفركوزن. وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في 23 يونيو. في 5 يناير عام 2021 أعير مرموش إلى نادي سانت باولي حتى نهاية الموسم. لعب 21 مباراة وسجل 7 أهداف مع النادي. في 30 أغسطس عام 2021 انتقل مرموش إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. اختتم فترة إعارته مع شتوتغارت بتسجيل 3 أهداف في 12 مباراة. عاد مرموش إلى فولفسبورغ بعد موسمه الناجح في البوندسليغا مع شتوتغارت. اختتم الموسم بمشاركته في 36 مباراة، مسجلا 6 أهداف وصانعا هدفا واحدا في جميع المسابقات. في 15 مايو عام 2023 أعلن انضمام مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر. موسم 2023-24 مر مرموش بموسم استثنائي، حيث سجل 16 هدفاً في 37 مباراة، مما جذب اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام. موسم 2024-25 سجل 20 هدفاً وصنع 13 إيسيستاً حتى الآن. في مسيرته كلها شارك في 197 مباراة، سجل 67 هدفاً وصنع 27 إسعاستاً. وفي المنتخب شارك في 37 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 2 أسيست. أما عن منتخب مصر، استدعي عمر مرموش ضمن قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية. تحت 20 سنة عام 2017 كان مرموش مؤهلاً أيضاً للعب مع منتخب كندا، قبل أن يلعب رسمياً مع منتخب مصر في أكتوبر 2021. وكان الفضل يعود لمستر كارلوس كيروش في مسيره عمر مرموش مع المنتخب الوطني. بعد ما شفنا التقرير، طيب خلينا نتكلم
بخصوص موضوع صلاح قبل انتقاله لليفربول وعمر مرموش قبل انتقاله للمان سيتي. خلينا نستعرض بسرعه كده شويه ارقام مع بعض في حوار صلاح. صلاح قبل ما ينتقل لليفربول كان لاعب توتال مطوشه 226 ماتش. جاب فيهم كام جون؟ جاب فيهم 68 جون. ركز في الارقام كويس. مع المنتخب صلاح لعب 50 مباراه. كل الارقام دي قبل ما ينتقل لليفربول في 2018. لعب مع منتخب 50 ماتش، سجل فيهم 32 هدف. اما عن مرموش اللي احنا بنتكلم لسه ما انتقلش للسيتي، فاحنا كل الارقام اللي بنقولها فهي في مسيره مرموش من يوم ما بدأ. لعب 197 ماتش، سجل فيهم كام جون؟ سجل فيهم 67 جون. صلاح كان 68 جون، وكان لاعب مباريات اكتر من مرموش. بالرغم ان مرموش، انت لو اتفرجت على التقرير وركزت، مرموش قعد فتره بيلعب في فريق درجه ب، ما بيلعبش في الدوري الالماني الدرجه الاولى. فالفرق والمستويات اللي لعب فيها مرموش كانت مختلفه تماما عن الفرق والمستويات اللي لعب فيها صلاح منذ انتقاله الى بازل. صلاح مع المنتخب لعب 37 ماتش، سجل فيهم 5 تجوان. اسف، ده مرموش لعب 37 ماتش، سجل فيهم 5 تجوان. ارقام صلاح مع المنتخب حاجه وارقام مرموش مع المنتخب حاجه، لان زي ما انت برضو اخدت بالك في التقرير ان اللي انتشل مرموش من الظلام هو كيروش. لولا ان كيروش جه مرن المنتخب وقدر يكتشف لنا ان احنا عندنا لعيب مصري اسمه عمر مرموش، يمكن ليومنا هذا ما كناش نعرف مين ده. الله اعلم كانت الدنيا فيها ايه. فمرموش ارقامه مع المنتخب سيئه جدا مقارنه بصلاح. طبعا هو مفيش مقارنه عشان ما حدش ياخد الموضوع بين احنا بنقارن صلاح بعمر مرموش، واحنا بنتكلم فيه ان احنا بنامل ان يكون عندنا كل لعيبه المنتخب كلهم صلاح، كلهم مرموش. ليه احنا ما نشوفش منتخبنا في يوم من الايام زي ما المغرب وصلت للمربع الذهبي في كاس العالم؟ ليه ما نشوفش منتخبنا في يوم من الايام بيوصل للمستوى ده؟ وعمرنا ما هنوصل بالمستوى ده واحنا عمالين نلعب بشويه مكسحين في الدوري، وعمالين نلعب اللعيبه تشتم الجماهير والجماهير تشتم اللعيبه. المستويات دي عمرها ما تاكل عيش. فاحنا بنتكلم فيه يعني انت لما بتعرف ان عندك اي حد بره بتمسك فيه، بتبقى بتدعمه على قد ما تقدر، بيبقى نفسك كل ماتش يجيب هاتريك، يمكن كل ماتش يجيب هاتريك ويعمل هاتريك اسيست، نفسك انه يعمل كل حاجه. فانت بتتكلم في مستوى. احنا مش بنقارن مرموش بصلاح لان دي مقارنه ظالمه جدا. لمرموش عنده 25 سنه، لعيب برضه عنده خبرات كويسه، لعب في انديه كويسه. بواحد زي صلاح مش هيجي منه تاني تقريبا في تاريخ الكره المصريه، بارقامه، بانجازاته، بعقليته، بالمستويات اللي وصل لها. صعب جدا. ولكن احنا بنتكلم في ان احنا بنأمل ان يكون منتخبنا كله زي صلاح. دي مش حاجه بعيده. احنا عندنا لعيبه كويسه. عندك عبد المنعم بيلعب في نيس، عندك مصطفى محمد بيلعب في نانت، بتلعب. انت بتأمل ان يكون كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري يحترفوا، ولكن طبعا مستحيل. عندنا عقليات زباله ولاعيبه زباله. فده مش موضوعنا. خلينا دلوقتي مركزين مع مرموش. طيب خلينا نروح لسؤال مهم جدا، وهو هل امكانيات مرموش بتسمح للتواجد في مكان زي السيتي؟ طيب اجابتنا هي طيب تقول لي ليه يعني السيتي فريق تقريبا هو دلوقتي الافضل في العالم. سيبك من اللي بيحصل له الموسم ده والانهيار، ودي من النقط الايجابيه لمرموش. خليني اشرح لك الكلام ليه. ازاي امكانياته؟ اقول لك. مرموش اتفرج عليه اخر موسم مع فرانكفورت. مرموش بيلعب راس حربة، مرموش بيلعب يمين، وينج يمين، وينج شمال. فهو متعدد المراكز، دي رقم واحد. مرموش فينيشر ممتاز. مرموش على الجون، هو والجون لو رايح انفراد في الاغلب هو بيسجلها. اتفرج على اغلب اهدافه، اهداف منها كتير قوي هو بيبقى رايح انفرادات. الحاجات دي ما بيضيعهاش مرموش. فدي نقطة مهمة جدا في لعيب بيلعب في الحتة اللي قدام. مرموش بيلعب بالراس كويس، مرموش بيلعب فاولات كويس جدا. قعدنا فترة يعني 3 ماتشات ورا بعض بيجيب كل ماتش فاول. فاللي هو هل ده ما بيدلكش على ان اللعيب امكانيات عاليه؟ امكانيات عاليه جدا. مرموش هيلعب تحت قياده جوارديولا، ودي نقطه ايجابيه في حد ذاتها في تاريخ اللاعب، في مسيره اللاعب، في حياته كلها، ان انت تبقى بتتمرن تحت ايد جوارديولا. مدرب ما عندهوش فكره الانطباع الاول اللي هو انا جبت لعيب، خلينا نجرب مع بعض، نشوف الدنيا فيها ايه. لقيت المكنه شغاله يا ابن الحلال انت حبيبي، مش شغاله نريح بقى ومنين ما نحتاجك في الاوقات القصوى. دي مش عند جوارديولا. جوارديولا من النوع المدربين بيدي فرصه واثنين وثلاثه. فده يدي اتاحه لمرموش بالاريحيه في ان جوارديولا لما بيجيب صفقه هو متاكد ان الصفقه دي امكانياتها كويسه وهتفيده، فهو هيقدر يوظف مرموش بالطريقه الصح. فاذا مرموش
كل الحاجات اللي عنده دي مع السيتي في المستوى الحالي، فدي تخلي مرموش يضمن ان هو رايح لمستوى كويس امكانياته تضيف للسيتي في الوقت الحالي. طيب خلينا نروح لنقطة، هل تتوقع نجاح ام فشل مرموش مع السيتي؟ ممكن ناس يخطر في بالها صلاح في تشيلسي، راح لعب لك ماتشين ولا سجل ولا عمل اي حاجة، مورينيو مقعده على الدكة. ناس بقى ممكن تقول لك مرموش، يعني انا بطرح قدامك كل الافكار، انت فاهم. صلاح برضو كان في بازل جامد، جات له فرصة تشيلسي، راح دكة ما بيلعبش. ممكن ده يحصل مع مرموش؟ بنسبة كبيرة قوي 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 لا، مستحيل. انا اتوقع نجاح مرموش جدا مع السيتي. مرموش رايح في فترة السيتي في احتياج لأول حد قدام، مع ضعف مستوى اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي قدام في السيتي، سواء بقى بتتكلم في هالاند مستواه ضعيف جدا. ما علينا من ارقامه، سيبك من ارقام هالاند تحسسك ان هو بيطلع ان هو هالاند ملوش علاقه بلعيبه الكوره، يعني هالاند ما تقيمهوش زي لعيبه الكوره، ده سيبه لوحده. ولكن هالاند مش انسب حاجه، مش احسن حاجه. هالاند طبعا يعني ودينا بنتكلم دلوقتي، هالاند جدد عقد 9 سنين. يعني انا ما شفتش ايه اللي بيجي في دماغ حد عشان تجدد 9 سنين. يعني حبيبي يعني الدنيا واحده واحده، جدد سنتين، حد يعرض عليك فلوس يمكن تغور في داهيه وتمشي، لا هو جدد 9 سنين. يعني انا قلت اذكر لك بالمره. فالمهم ان مستوى السيتي مش افضل حاجه، فانت مرموش رايح في مستوى مش الافضل، يقدر يلعب وينج، يقدر يلعب راس حربه تاني حتى مع هالاند، لان مرموش ممكن ينزل يتحرك تحت راس الحربه، فده يضمن نجاح مرموش بنسبه كبيره بالفورمه اللي هو جايبها. يعني اخر حاجه ماتش دورتموند ما لعبوش وودع مرموش الجماهير في لقطه جميله جدا، بعد ما المباراه انتهت راح ودع الجماهير وسط زمايله في الفريق. لكن المباراه اللي قبلها على طول بتبص ان انت خلاص ماشي من الفريق، اخر مباراه انت شاركت فيها هو سجل. فمرموش رايح في فورمه، عنده غزاره تهديفيه رهيبه، في فتره السيتي محتاج لده. فاذا هو هيضيفوا لبعض، السيتي محتاج لمرموش، ومرموش كان محتاج لنقله كبيره قوي 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 في تاريخه زي دي. انت ما اتنقلتش تدريجيا زي مثلا صلاح من بازل لتشيلسي لاعاره فيرونتينا لروما لليفر، فتحسها تدريجيه مع صلاح. لكن من فرانكفورت للسيتي فدي نقله تعبر عن انت لعيب امكانياتك جامد ده قوي في نص موسم. احنا كلنا بندعم عمر مرموش مع السيتي، كلنا مستنيين اللحظه والنزول الاول والمشاركه الاولى ليه، خايف بعد كل اللي انا عمال اعمله ده الصفقه يحصل فيها اي فشل. ولكن هي بنسبه تقريبا 90% او 95% او 99% الصفقه انتهت، كل حاجه انتهت، اللعيب ودع فريقه. انا خايف في الاخر الاقيه راجع وادي دجله، يعني نلاقي مرموش واخد شنطته، ربنا يستر. لكن احنا كلنا بندعم مرموش، كلنا بنتمنى ان يبقى كل اللعيبه المصريه وكل اللعيبه العرب بتوصل لانجازات وتحقق ارقام قياسيه زي محمد صلاح وزي اللعيبه العربيه الكتير اللي عملت كده. نتمنى التوفيق. عندنا كلام تاني، اتمنى تكون الحلقه فادتك باي حاجه او اي معلومه جديده لو ما كنتش تعرفها عن عمر مرموش. طبعا ان شاء الله نتقابل في حلقات تانية على قد ما نقدر في الوقت اللي يسمح لنا. ولو وصلت معانا هنا اتمنى تكون بتعمل لايك، تشترك في القناه عشان ما اكسركش وازعلك، وهنا اقدر اقول لك سلام.